أعلنت شركة نافانتيا الإسبانية عن قرب تسليم سفينة دورية بحرية من طراز أفانتي 1800 إلى المملكة المغربية، وذلك قبل شهر أغسطس المقبل، على أن يكون شهر يوليوز هو الموعد المرجح لإتمام عملية التسليم. وتعد هذه السفينة أول قطعة بحرية عسكرية تقوم إسبانيا بتصنيعها لصالح المغرب منذ نحو 40 عاماً، ما يمنح هذا المشروع بعداً في علاقات التعاون الصناعي العسكري بين البلدين، خاصة في مجال الصناعات البحرية الدفاعية. وبحسب موقع الإيكونوميستا الإسباني، فإن السفينة تخضع حالياً لاختبارات الإبحار في مياه خليج قادس الإسباني تمهيداً لدخولها الخدمة، وقد تم تصميمها وفق معايير حديثة تتيح استخدامها في مهام الدوريات البحرية وحماية السواحل ومراقبة المياه الإقليمية لفترات طويلة. ومن أبرز ما يميز هذا المشروع أن السفينة ستسلم دون تسليح مركب، حيث سيترك للمغرب خيار تجهيزها بأنظمة التسليح المناسبة بعد استلامها، بما يتماشى مع احتياجاته الدفاعية وخياراته التشغيلية المستقبلية. وتشير المعطيات التقنية إلى أن السفينة يبلغ طولها نحو 78 متراً، بعرض يقارب 13 متراً، وتستوعب طاقماً من حوالي 60 فرداً، كما تعتمد على تصميم مشابه لسفن العمل البحري المستخدمة في الأسطول الإسباني، مع اختلافات تتعلق بقدرات التسليح والتجهيز. وتقدر قيمة العقد بين المغرب والشركة الإسبانية نحو 130 مليون يورو، يتضمن دعم لوجستي يشمل قطع الغيار والمعدات التقنية، إضافة إلى تدريب طواقم من البحرية المغربية داخل إسبانيا.